وهذا صدر دجاج مثل ما قلت لكم اليوم ان شاء الله بحضر اللي هو دجاج الكريسبي. طبعا هذا صدر دجاج بضربه شوي بمطرقة الطعام، هذا كيس النايلون، ونعطيه كذا كم ضربة عشان بس ينفرش معي. هذا صدر الدجاج بعد ما ضربته بمطرقة الطعام طلع معي بالشكل هذا، مفروض شوي. بسم الله. طبعا دجاج الكريسبي بشكل على نوعين، النوع بالشكل هذا والنوع بالشكل طولي، وهذا الشكل الثاني اللي قلت لكم. طبعا صدر دجاج قطعته الى 4 قطع بالشكل هذا. اسوي منه شكلين، الشكل هذا اللي سويته معكم اول وهذا الشكل الثاني. وبحضر الحين اللي هو خليط التغطية. هذا كاس دقيق، وهذا معه بودرة الثوم، وهذه بودرة البصل، وهذا النشا. خليط التغطية جاهز معي. احضر الحين اللي هو خليط التغميس. هذه حبتين بيض مع نص كاس حليب. ناخذ صدر الدجاج على اللي هو خليط البيض مع الحليب، ثم على طول على خليط الدقيق. وهذا الحين بعد ما خلصت من خليط الدقيق ارجع مرة ثانية على خليط البيض، ومرة ثانية على خليط الدقيق، وانتهت الحكاية بالطريقة هذه. نتأكد بس ان خليط الدقيق غطى كل صدر الدجاج، ويطلع معنا بالشكل هذا. ومثلها على اللي هو أصابع الدجاج، على البيض وعلى الدقيق مرتين. وهذه أصابع الدجاج جهزت معنا بالشكل هذا. تطلع لكم مقرمشة لكن طعم الخليط يا جماعة والله يا خيال. هذا قصية الساندويتش عشان تشوفوا الشكل. ما شاء الله الشكل يا جماعة، وذقت الطعم والله خيال. وهذه أصابع الكريسبي ما شاء الله الشكل. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، والله الطعم خيال جبار صدق ما شاء الله. أتمنى إن شاء الله أنكم تجربونه بإذن الله، وبالصحة والعافية.